شغله. انا ما رضيتش. تعرف ليه؟ لانه جايبين السيد محرفين كل حاجه عنه. فلما السيد يطلع يتكلم يا عمر ويوضح الصوره للجمهور، فالناس هنا هنتزنوا، مش هنرجعوا زي الاول تاني. ده عمل وده ما خلاش، ده اتكلم وده رد عليه يا غالي في ساعتها. واحده عليا بس. اتفضل يا عمر. طيب دي اتفضل يا عمر. واحده بس عليا. الله يرضى عليك. اتفضل. سامعني كويس كده؟ ايوه يا سامعني. حبيبي القضاء قال كلمته. اللي عاوز يصدق يصدق، واللي عاوز يصدق يصدق، واللي مش عاوز يصدق يخبط دماغه في الحيط. لكن احنا دلوقتي الكلام بيتحرف. بعد القضاء ما قال كلمته، ما قال كلمته، محمود طلع دلوقتي ما بقتش قضاء. محمود بيذم في السيد، محمود بيقول بيجيب اللوم كله على السيد، بيقول انه ما بيصرفش، بيقول انه ما بيعملش، بيقول انه خد كذا. انا اعرف محمود. بص يا ابن البلاد، احنا هنا كلنا عشان خاطر ابو شهاد وعشان خاطر الجماعه دول، ودايما نقول ان خلاص الثلاث عائلات ربنا معاهم. انا لا اعرف محمود ولا اعرف، انا بتكلم على ابو شهاد. ابو شهاد الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده يا جماعه، الكلام ده هيتحرف وهيتاخد عليه، والكلام ده خلاص. الموضوع عاوزين تعملوا اي حاجه تتعمل بقى، تتعمل. ما مش انت على المنصات، مش لازم. صوتك بعيد. اللي انا اعرفه واللي انا كراجل يتاخد عليا كلام ان السيد طب ثواني يا عمر. ده اللي انا بقول، ده اللي انا بكفي فيه. ماشي. طب ممكن اقول لك على حاجه يا عمر؟ انا متهمك بشيء، مش واجب عليك ان انت تطلع توضح للناس؟ متهمك بشيء ان انت راجل بتسبني. لا مش هوضح لا مش هوضح. اسمعني طيب، اسمعني. احنا دلوقتي مش للناس. انا ماليش دعوه بالناس دلوقتي، انا ماليش دعوه بالناس يا عمر. انا ليا دلوقتي ان انت طلعت عليا منصه بتقول عليا فيها ان انا حرامي، وان انا بحاجات لا استفيد. فالنهارده انا لما سمعت صوت السيد جنب ابو شهد كان كلام اخوات مع بعض، ولحد دلوقتي ولحد كمان شويه بقول ربنا يكون في عونك يا سيد. لا اخوها شايف ولا شارب النار اللي انت فيها، ولا ابوها ولا امها ولا اي حد منها. ليه بقى؟ لان دي عشرتك، ودي ام اولادك، وديت اللي كانت موجوده معاك واقرب حد ليك، وهي انا اسف في اللفظ، هي كانت سترك وغطاك. تمام؟ هرجع واقول لك يا سيد، انت عملت اللي عليك، وربنا يقف جنب منك، وربنا معاك. بس صدقني يا سيد، اللي قاله محمود في المنصه مع ناس، لو انا ما كنت سمعت منك كنت صدقت. ليه؟ لان محمود بيتكلم بمعنى ان مطلع هو واخته في منصه واحده بيقولوا نفس الكلام، ان السيد بيه وعليه، ان السيد لا بجيب ولا بيدي، ان السيد هو اللي كان عامل، ان البنت مش هي اللي قاتله، ان السيد ان السيد وابو شهد والناس اللي موجوده في البيت ده هي اللي قاتله، وهم اللي وصدروا البنت. فكلام احنا كان لازم طلعانك ده يا سيد هو اجيب وضع الصدفه، والله ما كنت مرتب له ولا انت مرتب له، ربنا اللي اجل يرتب له عشان يظهر الحقيقه. انا بقول كلمتين يا سيد، ربنا معاك وربنا يقويك وربنا يكون في عونك ويكون سندك وظهرك، والصابر على البلاء ليه كفاءة عند ربنا جنات النعيم. فأنا هقول لك على كلمتين. امين. حتى يا ابن البلاد مطلعين عياله عشان يلموا الدعم عليهم. ايوه، ما في اكتر من عياله طلعوا النهارده، عياله واخت مراته واخت مراته واخو مراته. ازاي يعني يطلعوا في النص النهارده عشان يكتبوا السيد ويكتبوا ابو شهد؟ يا ابن البلاد هسألك سؤال معلش قبل ما اعمل خالص وهسكت خالص. اتفضل يا غالي. وطلعوا السيد دلوقتي هيسكت الناس؟ لا، ما هو انا لما اكون واخد الاختيار من وقتي من طرف واحد، فانا ممكن اصدق زي ما خدته من كشري في اول القضيه وصدقته. انما لما طلع ابو شهد واتكلم فصدقت ابو شهد. خد بالك، والقضاء بعد ما قال كلمته الناس صدقت القضاء نفسه. احنا مش بنتكلم في قضاء دلوقتي يا غالي، احنا بنتكلم في شرع. يا حبيبي انا عاوز اوصل لك بس انا عاوز اوصل لك بحاجه بس، انت قد الدنيا. انا عاوز اوصل لك حاجه بس، ان الناس هنا على البرنامج ده اللي عنده اقتناع بحاجه هيفضل مقتنع بها لاهداف معينه في دماغه. انا الكلام بتاع سيد وكلام ابو شهد دلوقتي والكلام اللي بيتقال ممكن هيفضلوا واخدين محتوى، انا مش قلقان منهم. هيفضلوا واخدين محتوى عشان الدعم يزيد. انت مش واخد بالك من الكلام ازاي؟ انا مش والله العظيم انت بتدي لهم، انت بتقول لهم محتوى، خدوا محتوى اهو تتكلموا.
هم ده خدوا سيد بالفعل طلع محتوى يا يشوه. عمر. بص يا عمر بص انا اقول لك على حاجه. هم الناس خدوا هتقول محتوى يا دلوقتي عمر. ان سيد، هم البنات، الناس دلوقتي بالفعل خدوا محتوى من محمود واخت محمود وعيال محمود وعيال بص يا حبيبي سيد. انا ماليش دعوه بيهم. بص يا حبيبي انا ماليش دعوه بيهم. دلوقتي انت عارف الكلام اللي بيتقال ايه؟ ان السيد طلع يشوه في مراته. السيد ما شوش في مراته، بالعكس السيد زعلان على مراته. هو ده اللي انا وانت فاهمينه، عشان احنا فاهمين الدنيا وعندنا مخ. انت بتعامل هنا عقليات على البرنامج، على الله حكايتها. يعني ما فيش على المنصه تم غير انا وانت اللي عندنا مخ، الناس كلها عندها مخ. لا انا بتكلم عن الناس اللي على المنصه اللي بتسمع وبتعلق تعليقات محترمه. انا بتكلم على البرنامج عامه، الناس اللي بتسمع من بره وبتسجل. والله انت ليك وجهه نظرك وانا ليا وجهه نظري برضه. انا اتفق معاك ان الناس ديت على واكيد حق ابو مليون في شهد، المية. انا ابو شهد لا ابو شهد عارفني وعارف كويس انا بتكلم في ايه. عارف والله، بس انا عايز والناس مش اقول لك هتبطل كلام سواء السيد طلع ما طلعش. والله العظيم الناس ما هتبطل كلام، بس انا مش عاوز ابقى بديهم الكلام اللي يتكلموا فيه. لوقت بس هي واحد الفكره معايا في كده. ممكن لفتره واحده. بس اقول لك على حاجه، ان اول المنصه دي ما انفتحت ابو شهد قال اللي عنده الفيديو بتاع محمود يشغله عشان السيد عايز يسمعه. لا احنا مش سيد مش عايز يسمعه او مش هنسمعه للسيد. الكلام كله ان السيد اتكلم، ان محمود اتكلم على السيد واتكلم على ابو شهد. طب هقول لك كلام اتقال على ابو شهد انه كان مش لاقي ياكل، ان هو حرامي، اتقال عليه في الكلام ده من لسان محمود، واتقال بعد الدعم وبعد الليله الناس اللي وقفت جنب منه واللي بدا ان هو ينضف شويه. طيب انا هرجع واقول لكم تاني، هو الكلام في الاول لما اتكلمتم وقلتم ابو شهد واحنا مع ابو شهد، وكلام حصل قدامنا في اول القضيه كلها، والله انا عايز اقول لك اقول كلمتين يا رب الناس تفهمهم. اني بطلوع بحبس البنت القضيه انتهت، الكلام في الشرف. دلوقتي الثلاث عيال، الثلاث بيوت بيضربوا في بعض، واللي مستفاد في الليله دي كلها هو اصحاب المنصات. بس انا كنت عايز ان الراجل ده يوضح، وبالفعل وضح السيد. والله 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 يا ربنا لا يرضيك يا سيد، ربنا لا يرضيك، عشان ما كانش عشان خاطرك، هيبقى عشان خاطر عيالك. وتمسك بعيالك لاخر لحظه، تمسك بعيالك لاخر لحظه. سيبك من اي حد يقول لك مش عيال والعيال لا 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 لا، وربنا يصبرك ويكون في عونك، وانت قد اي حاجه. وخد اخوك ابو شهد قدوه، لان الراجل ده اخد 7 شهور طحن في شرفه محدش كان يستحمله. فصدقني يا سيد انت على حق، وخليك على حق، وربنا يقويك وربنا يعينك، واللي تقدر عليه وتقدر تعمله في حق اولادك اعمله بلا تردد، وسيبك من اي حد بيتكلم. وارجع ان كان محمود نسيبك بيتكلم ومطلع عيالك ومطلع اخته على المنصات، فعايز يفتح باب تاني، فما تنجذبش لحاجه اسمها كلام وحش. خلي كلامك كله زي انت ما كلمتني كده، كلمت ان انت مش هتسيب دعاء، مش هتسيب ولادك. سيبك بقى من اللي يتكلم، وخليك كمل في اللي انت ماشي فيه، وربنا يقويك. ومعاك اخوك ابو شهد على فكره، لو انتوا الاثنين تنيتوا مع بعض وكملتم والله هتعملوا حاجه حلوه، وربنا هيقف جنب منكم والله. انا بس عايز اقول حاجه. هو دلوقتي بيقول زي ما انت قلت كده، طبعا انا اول مره اسمع الكلام ده، بيقول ان انا باكل وحرام والكلام ده كله. معاه يثبت الكلام ده؟ مين يا ابو شهد قال عليك كلام وحش وعرف يثبته؟ لما محمود هيجي يثبته. طيب اديني فرصه. قال عليك ان انت وحش وحد ثبته، وفي الاخر ما عرفوش يثبتوا حاجه، وفي الاخر رايتك اترفعت كانت بيضه، والكل قال لك مبروك يا ابو شهد. كانها كانت قضيه ابو شهد، اقسم بالله كأن القضيه كانت مترتبه ومعموله وكل شيء بيتم كأنها قضيه ابو شهد. فاحنا هنقول لك ارمي كل الكلام وراك، صبرت ده كله وجحرت مع الناس في ده كله، مش هيجي واحد يقول الكلمه اللي انت بتقولها دي. طيب انا عايز بس اقول ان هم بيعملوا الكلام ده كله عشان الدعم.
ماشي. انا لا طلعت وقلت يا جماعه انا مش لاقي اكل عيالي، اصل انا بجيب لعيالي علبه اللبن ب 400 جنيه، اصل انا بعمل وبسوي والكلام اللي كان بيحصل والناس كلها سامعاه. انا عمري في حياتي ما طلعت وقلت انا مش لاقي اكل عيالي ولا بشحت على عيالي ولا الكلام ده كله. ده اول لا، واحد. ما انا هرجع اقول لحضرتك العيب في مين؟ ما هي يا العيال ديت ما بتسماش باسم محمود يا غالي. اقفل المايك واتكلم انت يا ابن البلاد. لا انا مش قصدي ان انت تقول كلمه والله ديت، انا قصدي ان العيال مش مسميه باسم محمود، العيال مسميه باسم السيد، فاللي هم هيقولوه هيبقى في ظهر السيد، سكينه بتتحط في ظهر السيد. يا حبيبي ما انا عارف، انا بس عايز اوضح الامور، سيبنا اتكلم اوضح الامور. هو بيقول ان انا حرامي، انا لو راجل حرامي هيبقى عليا معلومات جنائيه، مش معقول هبقى حرامي والناس هتتعامل معايا وهروح اشتغل في المكان اللي انا شغال فيه. هي الناس دي بتجيب الكلام ده منين؟ هو انتوا ايه؟ هو انتوا عشان تلموا فلوس تطلعوا الناس مجرمه وحراميه وبتوع اثار وبتوع اعضاء بشريه وبتوع مخدرات وبتوع كل حاجه؟ انتوا ايه يا بشر؟ ايه اللي انتوا بتعملوه في الناس ده؟ اثبت، بدل ما انت عمال طالع تهري وتتكلم كده، اثبت، طلع اي حاجه تبين كلامك. هو مش كلام وخلاص. طب ما انا قادر اقول اي كلام وخلاص. الله، انا طالع بتكلم وكلامي كله اتثبت ان هو حق وحقيقه. كل كلمه انا قلتها اتثبت ان هي حق وحقيقه. ربنا ظهر الحق للناس وثبت كلامي ان هو حق وحقيقه. انت كلامك اللي انت بتقوله ده اثبت ان هو حق وحقيقه. حتى يا ابن البلاد مسكينة تدور على أهلها حتى أهلها ما جوع معاها، الحين هي محتاجة السيد، فأبو شهد قول له، فهي الحين محتاجة لأحد يكون قريب منها، فخليه يروح لها غصبا عن أهلها، يروح ويهتم بعياله وخليهم يشربوا مي البحر. هو المفروض فعلا سيد يهتم، سيد يروح ويسأل عنها، ابوهم يتابع موجود. مع المحامي يبقى وعلى كلام أهله وعلى أولاده برضه، حتى لو هم رفضوا، حتى لو أهل دعاء رفضوا، لا يروح أيوة برضه يهتم صح بيهم، صح. لازم يثبت وجوده. طيب قولي لي يثبت وجوده ازاي يا ام الرجاله؟ يروح ويسأل عليهم، يروح، ولو رفضوا يروح الجسم اللي هو لحظه قريب يا ام منكم الرجاله، ويثبت. لحظه يا ام الرجاله، بعد اتهام دعاء بالتهمه وثبتت عليها، الاحقيه الاولى تقول للاب ليست للجده، طالما هي كانت لا. مذنبه تقول للاب مش للجده. يعني انت ممكن تروح تطالب بولادك الصبح يا سيد وتاخدهم الصبح، لو رحت طلبت وعملت رفع دعوه 15 يوم عيالك يكونوا في حضنك، لان دي قضيه قتل. لأن الأم مذنب. دي قضيه قتل، الام طالما مذنبه وفي تهمه زي التهمه ديت يقول الاولاد تلقائيا ليك مش لستهم. انما في الاول لو الزوجه تزوجت كانت تقول لستهم، انما دي جريمه قتل عمد او طريقه او جريمه وحشه. فمن هنا بتقول الاطفال لك في اول فرصه، يعني محكمه بتروح تقدم طلب 15 يوم بتحكم لك بالعيال مجرد ما وديت رقم القضيه وتقول زوجتي كانت متهمه في قضيه قتل، يقول لك الاولاد في ساعتها بعد 15 يوم من تحديد الجلسه. والله اذا انا بكلمك بجد واتحصلت اكتر من مره عندنا. ما تسيبش ولادك يا سيد. لا ما احنا مش هنسيب ولادنا يا ابن البلاد، مش هنسيب ولادنا يبقى عرضة للكلام اللي بيحصل على المنصات اللي بيتعمل ده. وانا كابن البلاد بظهرك وفي ظهر السيد بالكلام وبكل اي حاجه، ولو عايز مني حاجه انا اجي لك لحد عندك. الله وبركاته. استاذ خالد رزق، اهلا وسهلا يا استاذه بطوطه. ده اللي هيحصل، وفي نفس الوقت مش هنحرم امهم منهم ولا اهلها، في اي وقت عايزين يشوفوهم احنا تحت امرهم، مفيش مشاكل.
هي مهما كانت امه، مهما كانت دي امه، محدش يقدر يمنع العيال عنها. هم منعوا العيال عن ابوهم، بس احنا مش هنمنع العيال عن امهم، مش هنقطع صلة الرحم اللي ربنا سبحانه وتعالى وصلنا بيه والنبي صلى الله عليه وسلم وصلنا بيه. ليه يا ابو شادي معلش، زي ما اتكلمنا امبارح، ما نقعدش بعيد عن القانون مع الناس عشان خاطر العيال، ونشوف مصلحه العيال فين. انتوا الاثنين شوفوا مصلحه العيال فين. هقول كده، كنت لسه والله هقول بدل ما يرجع لرفع قضيه اقعد ياخدوها يا ابو اول شادي. لا انت عاقل يا ابو شادي، وانا بثق في دماغك وبثق في عقلك. حبيبي احنا حتى لو حاولنا. هم الطرف الثاني مش طبيعي، انت تقعد يا حبيبي عشان خاطر العيال، بلا قوانين بلا بتاع، وشوف مصلحه العيال فين. اهم حاجه مصلحه العيال. طلع الحبيب المسلم. هم دلوقتي مش مدين. هم دلوقتي يا استاذ عمر مش مدين فرصه، ده طالعين يشتموا ويسبوا ويعملوا كده. طالعين يشتموا ويسبوا. دلوقتي يا ابو شهد، دلوقتي لسه العمليه سخنه يا ابو شهد، الدنيا هتهدى مع الوقت، يعني يومين ثلاثه اسبوع هتلاقي الدنيا هدت معاهم. انا خلي بالك بتكلم والله في ما عندهمش عقل يفكروا بيه. حتى ولو احنا لازم نحاول بص بقدر الامكان ان احنا نحاول نحافظ على العيال دي. هي مش ان انا اخدهم ولا هم اللي ياخدوهم وخلاص. انا عاوز مصلحه العيال فين، تبقى المكان اللي يبقوا فيه العيال تتربى كويس وحد يراعيهم. السيد هيعرف يعمل ده على عينه وعلى راسي، هم يعرفوا يعملوا ده على عينه وعلى راسي، اي حد هيعرف يعمل ده على عينه وعلى راسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. منورين يا جماعة. نادي العيال دلوقتي يا ابو الشهد ومن الناس اللي بتزعق، ما حقهم يزعقوا دلوقتي. انت عارف رأيي في القضية، عشان ما حدش يقول بتدافع ولا جاي ولا الاخره. تمام. واغلبية الناس اللي موجودة هنا عارفة رأيي بالقضية يعني. اولا مهما شتموا مهما سبوا مهما قالوا مهما طلعوا مهما نزلوا، فالناس دي معذورة. الناس السكينة دبحاهم بسكينة حامية. كان الكبير على السوشيال ميديا تمام قال لك 7 سنين. يعني هم اللي عملوا كده في بنتهم يا استاذ خالد. يا حبيب قلبي، انت عارف رأيي في القضية. هي اللي عملت كده في نفسها، وهي اللي دمرت نفسها ودمرت عيالها ودمرت اسرتها ودمرت جوزها. تمام. ما حدش بيدمر حد، هي اللي دمرت نفسها بنفسها. هي اللي ارتكبت الحاجة زي كده هوت. برضو دي حاجة في علم الغيب بس بأوراق. المباحث، تحقيقات النيابة، القضاء قال كلمته. من اسبوع كانت متهمة، دلوقتي قاتلة. هي نفسها ما اتهمتش اي حد. تمام. فخلاص الموضوع ده كده منتهي. تمام. بس برضو ولي الدم يعني ما حدش يعذره، يعني اسف اللفظ، معلش اللفظ خاني. اهلها يعني لازم كلنا نعذرهم، لازم. بنتهم واخده مؤبد، فالطبيعه هيثوروا، ده امر طبيعي. خير دليل اللي بنتها متوفيه رحمه الله عليها فرحانه جدا جدا جدا. صح ولا غلط يا ابو شاهد او الناس الحضور الموجوده؟ لو تقول لي كلامي صح او غلط. يعني يا استاذ خالد يقولوا عليا صح كلامك صح. نعم. يقولوا حضرتك صح. ثواني يا ابن البلاد. يقولوا عليا مش قادر عيالي، يقولوا عليا الكلام اللي بتاجر في المخدرات، يقولوا عليا بتاجر في الاثار، يقولوا عليا الكلام ده كله. الكلام ده مش سيبك من الكلام المرسل ده كله، ان احنا بنعرف نرد عليه كويس قوي 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 يعني. تمام. يعني العبد لله شايف اي معلومه غلط ما بسكتش، اذا كان قدامي غفير او وزير. ممكن يكون في حد معانا في البث يعرفني كويس يا استاذ. نعم. ممكن يكون معانا. صوتك بعيد يا ابو شهد، صوتك بعيد قوي يا ابو صوتي شهد. قطع جامد قوي يا ابو شهد. كويس. ما فيش صوت ابو شهد، بيروح ويجي وضعيف جدا 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 يعني. انا مش عارف مين بيكلمني اساسا. والله يا استاذ خالد، ازيك يا استاذ خالد؟ منور الدنيا. اهلا وسهلا. كده الصوت كويس يا جماعه؟ تمام كده يا ابو شهد. طيب الناس دي بتقول ان انا حرامي، وان انا بتاجر في الممنوعات وبتاجر في الاثار وبتاجر في كل الكلام اللي هم بيقولوه ده. ممكن يكون في ناس موجوده معانا هنا في البث يا استاذ
خالد تعرفني كويس اتفضل. وتعرف ان انا ما بعملش الكلام ده وماليش فيه. طيب انا اعرفك معرفه شخصيه. لا حلو قوي قوي. من قبل ما تظهر انت بصوره كبيره على السوشيال ميديا اخدت فكره عني ايه؟ بدافع عنك في موضوع الاثار والمخدرات والحاجات دي كلها، عشان انت او محمود او البيت دوت، وبدافع عن الهجوم على بنتك، ولا ما حصلش؟ تمام. الناس اللي بتقول الاتهامات دي كلها لا اذكى من المباحث ولا اذكى من النيابه، ان دي جريمه قتل، تمام، فيها تحريات كامله، فيها تمام. تحريات كامله، فده كله كلام مرسل. ما بصش ليه، تمام. وعشان تفهم معنى كلمتي يا ابو شهد، في الاول مش بدافع عن دعاء، لا انا بدافع عن اهل دعاء، مش دفاع كامل مسلم، مش دفاع كامل او الى اخره، لا بقول نعذرهم، تمام. انت اول ما طلعت عشان خاطر بنتك والاتهامات اللي كانت بتقيل، مش كنت ساير جامد جدا؟ وكان اي حد بيقول كلمه كنت بتسب وتنعل وتتنرفز وتتعصب وعاوز تقطعه باسنانك. انا ما ثبتش حد ولا لا انا لعنت حد بسالك، يا لا استاذ. انا انت لو كان اللي بيسب ده قدامك ووشك عيني في عينك كده، كنت هتعمل فيه ايه؟ كنت هاكله باسناني طبعا لانه بس ما يعرفنيش. هتنعل الاهل، بس هتنعل السفير الاهل اللي خلفوه وتشقوا نصين، صح ولا غلط؟ لا معلش طبعا انا ما بعملش كده يا استاذ خالد. انا لا والله انا اقسم بلطجي. بالله، لا انا لو مكانك اهوت، تمام، بحياتي كلها بعمل ضمير وبعمل ربنا اللي يجيب عرض بنتي وبالصوره دي كلها اشقه نصين واخليه زي الحرمه كده، وبعد احترامي لاخواتي كلهم نايم على بطنه كده زي الحرمه. انا راجل حر يا استاذ خالد، وزي ما حضرتك بتقول كده انا بس في حالات الدفاع عن النفس ممكن اللي قدامي ده لو بس أيوة. هيقتلني لا مش هرحمه. انما مثلا ان انا راجل بلطجي وببلطج على الناس، لا مش ده ما بلطجه، بيحصلش. لا مش بلطجه، ده الميت عن عضو يا جدع، انت شهيد، والميت على ماله شهيد. طبعا. طيب طب ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش بلطجه ديت ولا قله ادب ولا يا مشاهد معلش يا استاذ خالد، دقيقة واحدة. اتفضل يا مشاهد، الموضوع دلوقتي معلش، انت عارف انت اخ وعزيز عليا وعارف غلاوتك عندي. الموضوع دلوقتي ما هو الشخص مين قال عليكم، انا يهمني العيال دي. العيال دي انا مش هاخدها شخص عشان حد يقول ولا حد يعمل. اقعد يا مشاهد كده، انت عاقل وانا عارف، انا عارف عقلك عامل ازاي. نقعد ونهدى وبلاش الكلام هنا على المنصات، نقعد ونهدى ونشوف مصلحة العيال، يا رب يكونوا مع مين. انا ما يهمنيش هم مع مين، اهم حاجه مصلحتهم. لكن لا يهمني مين قال على ابو شاهد ولا مين قال على محمود ولا السيد ولا مين. انا ما يهمنيش الكلام ده دلوقتي. الله ينور عليك والله العظيم يا استاذ عمر، الله ينور عليك. فهدي الدنيا كده يا ابو شهد، اللي يقول اللي يتنرفز اللي يتعصب، ما نقلبش المجره تاني. اصل ضاع كتير يا ابو شاهد، يعني اللي ضاع كتير واللي خرب كتير، فالعيال دي بقى مش هتتاخد في الرجلين ولا لهمش ذنب. طيب هم يشغلوا عقولهم بقى يا جماعه. يا حبيبي انا مجنون، انا صاحبك واخوك وحبيبك مجنون، لازم انت تبقى اعقل مني، وانت عاقل، وانا عارف ابو شاهد بتكلم مع ابو شاهد ازاي. انا عارف يا استاذ عمر، انت قد الدنيا والله، انا عارف ان انت هتقعد، بس انا مش عاوز كلام على المسا، تقعد ونهدى، وهم بيتكلموا دلوقتي لان هم مذبوحين دلوقتي. الله ينور عليك. الموضوع ان نقعد ونهدى، الدنيا هتهدى خالص، وهنقعد ونتكلم ونشوف مصلحه العيال دي فين. العيال خلي بالك تربيتها مش سهله، يعني ما تفكرش ان هم لو متمسكين بهم دلوقتي ممكن بعد كده ما يقدرلهمش. طيب صلى على الحبيب معلش يا المصطفى. استاذ عمر، انا اسف بطريقتك معظم الشهر، انا اسف بطريقتك. اتفضل. وتهدي الدنيا دلوقتي، مش وقت الكلام في عيال ولا اي حاجه. لا مفيش كلام دلوقتي خالص. الله جه موسم، ابعت الموسم بتاع العيال كل اول شهر اللي فيه النصيب ابعته، اخدوه اهلا وسهلا، ما اخدوش ابعته مع اي حد كبير، رجع لي يبقى ارجع لي مع الكبير ده عشان الكبير ده شاهد. واصله لك؟ واصله لي. بس كده. اما ما خدوش واطلع واشرب، لا. واقعد بعد ما الدنيا تهدى وظبط الدنيا، وانا عارف ان انت قدها وهتقدر تظبط الدنيا دي. انا عارف انت تعبت كتير وهكمل للاخر عشان خاطر العيال دي. العيال دول عيالنا يا جماعه ولحمنا. انا عارف والله يا ابو شاهد، انا مش عاوزهم. بص يا ابو شاهد، احنا عيالنا، عيالنا احنا اللي من صلبنا متعبين وتربيتهم مش سهله، ما بالك بقى دول عيال الدنيا دلوقتي بايظه معاهم ولسه عيال صغيره، مش عاوز الدنيا برضو تبوظ معاهم، انت فاهم؟ لازم نقعد ونهدى، نبقى بنفكر في مصلحه العيال دي ونخطط لهم كده بالهدوء، مش ان احنا نقعد هنتكلم هنا ولا ده شتمني ولا ده قال فيا ولا ده قال عليا.
نسيبنا من الكلام ده خالص ونركنه على جنب ونبص لمصلحه العيال. بص يا ابو شهد، احنا عندنا هنا في القاهره تمام اغلبيه الاطفال اللي اهلها منفصلين، تمام، الاغلبيه مش كلهم، اللي طالعه كويسه وطالعه متربيه وطالعه واثقه في نفسها، اللي الاب والام انفصلوا بقوا اصدقاء بعد الانفصال. مش اصدقاء نخرج لا، بنتكلم ونود ومش عارف ايه، بحيث في حاجه مشكله مع الاولاد، تعالى شوف، تعالى روح حل، مش كده. اما هنخش بمشدات، هنخش في عند، وخش في محاكم، وخش في رؤيه، مين اللي وخش بيخسر بقى يا استاذ خالد؟ حبيبي اتفضل. مين اللي بيخسر في اللي انت بتقوله ده؟ العيال. بس بقى انا قلت في اول كلامي ايه؟ العيال اللي تلاقيها متربيه وطالعه كويسه واثقه في نفسها. اما هنبدا في بعض مشدات، ده هيقول لي يالا، هقول له يا بنت يا حرمه، انت سرقت، انت قتلت، انت تاجر اثار، انت تاجر مش عارف ايه، انت تاجر ايه. هنرد على بعضينا، هندبح مع بعضينا، هنشد مع بعض ونخش في قضايا ونخش وهو في خلي بالك يا استاذ خالد، انت برضه كمشاهد لازم تبقى عارف، هو محمود ان كان غلط فيك ده غلط فيك انت، بس هو خانهم برضه. انت فاهمني؟ وحتى لو هم الحضانه يا استاذ عمر، استاذ عمر، من حقهم الحضانه. لا انا ما اعرفش دي بصراحه، انا بتكلم قانون من حق مين، انا ما الاسره، اعرفش. قانون الاسره واحد، يا استاذ قانون خالد، الاسره واحد، قانون الاسره قانون واحد، الأسرة قانون ده- الاسره واحد. قانون الام الاسره ده قاتله، الام، بص حبيبي اسمعني بس. في حاله ان هو في حاله الطلاق يا استاذ خالد. لا، حاله لما طلاق، حاله سجن، قتله، اداب، سرقه، الكلام ده كله للام، الام على طول. لا طبعا. اسمع اللي بقول لك، اسال محامي. لا ما انا عارف، انا لا، سائل محامي ومحامي كبير، اسال محامي بره السوشيال سائل ميديا. محامي ومحامي كبير، من حق ابوهم طول ما لا هي لا لسه لا على لا ذمته. لا، مش من حق الحضانه، مش من لا حق لا الحضانه. لا من حق ابوهم يا بعد استاذ اذنك يا ابو خالد، شهد، بعد اذنك يا ابو شهد، من حق ابوهم يا استاذ خالد الحضانه حق طول ما ابوهم يا أمهم استاذ خالد طالما في على جريمه ذمته. شرف، طالما وكمان في جريمه استنى شرف. بس، وكمان مادام في جنايه زي دي يا استاذ خالد، من حق ابوهم ان هو يطعن في وجودهم عند اهل الام. طب بقول لك يا ابو شهد، بقول لك ايه، في صديقه محترمه تمام، ديت محاميه بسم الله ما شاء الله، 35 سنه في الاسره تمام، وانا عندها هدخل عندها مخصوص تمام، وابعت لك شير وتناقش معاها في القضيه التفاصيليه، عندها فكره على القضيه تمام، واسالها بجميع التفاصيل. تمام يا فندم، تمام هتقول لك اللي انا بقول لك عليه دوت. تمام. هي حتى لو لا، هبعت لك مشاركه لللايف بتاعها. طيب اقول لحضرتك انا يا استاذ وائل، لحين المحاميه دي ما تقول، لو الطلاق او الانفصال حصل ومفيش اي تهمه او اي شيء حصل بين ان كان من الزوج او الزوجه، فبيتم حاله الزوجه تزوجت، بيتم احاله الاطفال للام الزوجه، وبعد ام الزوجه ام الزوج، وبعد في الاخر خلاص بتطول للزوج. انما في القواضي اللي يكون فيها شرف او يكون فيها قتل، بيقوم تلقاء الاطفال للاب او للام، اما مرتكب الجريمه بيكون التنازل عن الاطفال موجب ما دام حكم عليه المحكمه. اقول لك حاجه يا بيه، اقول لك حاجه، انت سمعت عن قضيه المرج؟ طبعا سمعت عن قضيه المرج صح؟ ايوه سمعتها. رفعوا قضيه للحضانه، البنات اخوات المتوفي، اترفضت اساسا. كنا لسه بنتكلم فيها من 3-4 ايام، وكانوا موجودين يا عم عيالك هتاخدها. وبنحاول نحل بينهم. ابو شاهد انا قصدي احنا بينا لحمتين وبنتين تمام، فهيروحوا الراجل موجوع على عياله يا استاذ خالد من اللي بيتعمل عليهم يا استاذ خالد. في حاجات يا جماعه مخافيه كان اعظم يا جماعه، في حاجات بتتعمل في بورسعيد صعبه ما حدش يستحملها. مع إيه؟ حضراتكم ما تزعلوش مني، انا عرفت بالكلام ده يا ابو شاهد، انا عرفت ان هم بيطلعوا يشحتوا عليهم يا ابو شاهد، انا عرفت بالكلام ده والله. في حاجات بتتعمل على الاطفال الصغيرين صعبه ما ينفعش السكوت عليها، ودول اولادنا يخصونا، لحمنا ودمنا، شرفنا وعرضنا. حاجات كتير مسيئة لينا بتتعمل، احنا مش عايزينها تتعمل. مش عارف خلاص ما تتكلمش.
وشوف اللي انت الصح للعيال، انت ادرى واعمله. اللي الصبح يتكلم ويقول له يا عم ما حدش تتكلم في موضوع العيال ده عشان ما يجيش الا الزق. ايوه زي ما بكلمك كده. اي حاجه. روق يا سيد، روق يا سيد. هو بلاش كلام هنا ما يقصدش حاجه والله. بقول لي اقفل المايك يا سيد عشان ايه؟ لا، انت روق عيالك وانا عارف ان انت محروق عليهم وهنجيب عيالك. يا عم اي عيالك هيجولك والله عيالك اب على هيجولك. وش بس الارض محروق على الاستاذ عياله. خالد مش قايل ضدك يا سيد، يعني الاستاذ خالد برضه اي اب على وش الارض محروق على عياله. هو مش سامع حاجه يا جماعه، هو مش سامع حاجه. انا حاطط اي السماعه اب بيتحرق على عياله. بس انا كل هدف نهدي اللعب عشان الدنيا تروح وتيجي حلوه ما بيننا. انا عارف يا استاذ خالد ان انت عايز الامور تهدى بين الاسرتين، ودول بيننا وبينهم عيال، وانا بقول الكلام ده والله، وبقول ان هي مهما كانت هي ام لاولادنا، واحنا عمرنا في حياتنا ما هنقطع صلة الرحم. في اي وقت عايزين يشوفوهم هيشوفوهم، بس مش من حقهم يمنعوا العيال عن ابوهم الفترة دي كلها ما يشوفهمش. لا مش حقهم. ويبقى عايز يودي لهم هدوم، عايز يشوفهم، يقعد معاهم، يدي لهم فلوس، يحن عليهم، يعرفهم ان هو حنين عليهم، وهم يمنعوا الكلام ده. ده مش من حقهم. انا في اول كلامي قلت لك ايه؟ يبعت لهم فلوس، يبعت لهم هدوم مع حد كبير، مع حد كبير. ما كانتش بتنزل من على الموتوسيكل من قدامه. لا حول الله يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. من حقهم يا أبو شهد يدفع عليهم قضية، من حقهم. هذا أبوهم لازم يروح يشلهم، لازم يشوفهم، لازم يشوفهم، لازم يشوفهم. يدفع عليهم قضية. لا مش وقت، لا مش وقت أي، مش وقت مشادات ولا خناقات ولا أي حاجة خالص. أنا على عيالك منك يا عم. ربنا يكون في عونك. اهدى وصلى على الحبيب المصطفى. يقويك يا سيد. ربنا يقويك يا سيد. حقه شرعا وحقه دينا، حقه شرعا ودينا، حقه شرعا ودينا. بس كل حاجه العقل زينه، العقل زينه، واخد الحق حرفه. عندهم اي نسوه ولا رجوله. تمام يقول لك تعالى شوف عيالك، تعالى خد عيالك، تعالى عيالك عايزه تشوفك. ايه يا عم؟ نسال ما تسال ايه؟ الراجل شاف كتير يا ابو شهد. الراجل شاف كتير يا استاذ خالد. انا عارف والله يا عم. بص، محروق على عياله، محروق على مراته، ده كله مش سهل على اي راجل. تمام. يعني حتى لو ما فيش كيمياء ما بينهم، تمام، في عشره. ده ما فيش كيمياء، تمام، في عشره. والعشره وهو واضح مع العشره. هو واضح من مكالمته يا استاذ خالد ان هو لو مفيش تفاهم وانسجام والكلام ده كله، في عشره طبعا. وهو واضح من مكالمته اللي هم سربوها يا استاذ خالد. هم مفكرين ان هي بتدينه، بس هي بتثبت ان الراجل باقي على العشره اللي كانت بينهم، وباقي على حاجات كتير كانت موجوده، وعايز يشوف لها مخرج، بس هم اللي عقولهم جابتهم لكده. والناس كلها على السوشيال ميديا يا استاذ خالد بتقول ان السبب الاساسي في الحكم الشديد اللي حصل لدعاء لا المحامين. ومين اللي قوم المحامين دي يا استاذ خالد وماشي وراهم وبيديلهم الثقه الكامله، وبيطلعوهم على السوشيال ميديا وهم بيضحكوا وهم بيعملوا. طب فين احنا؟ انت شفت حد فينا طالع يا استاذ خالد بيستهزأ بالمواقف اللي احنا فيها دي؟ بص، يعني قضاء الله نفذ وحكم الله نفذ، تمام. ما ندورش على اللبن اللي اتدلق، خلاص اللي حصل ولسه في استئناف، تمام. هو بقى طيب صح، هو لو صح من خلال منصتي زي ما قلتها في منصات كتير، انا بقول لهم ادونا فرصه نقوم محامي كبير، ادونا فرصه نقوم محامي كبير. حبيب قلبي يا صديقي، انت اتكلم في نقطه زي ديت لما اشوف حيثيات الحكم ايه. لسه لما تطلع حيثيات الحكم هيبان التقصير جه منين وايه اسباب الحكم. هبص حيثيات الحكم هتجيب لك جميع التفاصيل من الالف للياء. تمام. محامي اتفضل كذا 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 كذا، هيقول لك كبيره يا هنزل الحكم 5 سنين او اول اخره. مفيش تقصير من الحاميين يبقى خليهم مكملين. في تقصير من الحاميين لا، يبقى انا بقى ايه، اعمل جمعيه. يا استاذ خالد، ده واضح من كلام القاضي الجليل ان هو اللي حصل ده كله، والكلام اللي بيحصل في السوشيال ميديا بسببهم والشائعات اللي هم مطلعينها. السيد القاضي الجليل قال الكلام ده يا فندم في حيثيات حكم برضه. يا عم لا اله الا الله يا فندم، ده اللي اتهم، ده القاضي نفسه
اتفضل. ضحك على كلام المحامين. يا بيه محامين انا من السوشيال اكتر ميديا الناس، هم اللي ضيعوا البنت يا دي بيه والله. يا بيه العبد لله من اكتر الناس اللي هاجم المحامين دولت. شوف ان كان السيد بيقول لك ايه، المتسائل احنا مش قضاء، احنا مقتنعين باحكام القضاء تمام الاقتناع. ان الحكم الا لله. ربنا سبحانه وتعالى جعل القضاء دول في الارض سيفه وعدلته في الارض، صح يا استاذ خالد؟ مظبوط، وبيلهم القاضي بالحكم. هل احنا الينا يد في اللي حصل من اوله لا يا عم، لا اله الا الله. طيب هم جايبين علينا كل اللوم، طب ليه؟ يا ابو شهد، يا ابو شهد، من اول ما حصل اللي حصل، من اول ما حصل اللي حصل، والناس بتقول ايه، والمحامين بيقولوا ايه، واغلب اصحاب الوسط بيقولوا ايه. اللي يقول زي ما في ناس بتهاجم، في ناس بتدافع، زي ما في مع في ضد، في ناس هوايتها كده هوت. وانا قلت لك قبل كده يعني لله المثل الاعلى، الرسول عليه الصلاه والسلام مش كل الناس اتفقت عليه، الانبياء كلها مش كل الناس اتفقت عليهم، صح ولا غلط؟ صح. بس خلاص، وهتفضل لغايه يوم وبعد النقد كمان، ربنا عشان خاطر يعني خاطر اولادها ربنا ما يكتبها يا رب، تمام. احنا وحق كل اللي ربنا شايلين عند سبحانه همه، وتعالى، كل اللي وحق شايلين ربنا عند همه يا سبحانه استاذ وتعالى. خالد الاولاد الصغيره دول بعد فتره من الزمن حياتهم هتبقى صعبه. يا عم انا شتمت كتير عشان خاطر بقول دعاء هي القاتله، واكيد انت عارف حاجه زي كده هوت. الاول كنت بقول متهمه، تمام، لما شفت منظرها وهي واقفه لوحدها صعبت عليا وعينها غرغرت. لما شفتها لوحدها وهي بتدمع صعبت على المنظر اللي هي فيه في اخر الجلسه دوت بعد نطق الحكم. بنت تايهه كانسانه، انسانيا هنا القلب هو اتحرك، هنا العاطفه، هنا العاطفه. أيوة شفت هذا المقطع كأنها بتدور على أهلها، شيء بتدور كذا، على شيء اي ضايع حد، منها. بتدور على اي حاجه أيوة تايهه. سابوها أهلها، حسبي الله عليهم. فهنا بقى العاطفه هي اللي اتحركت، اللي هي محركه اغلب الناس. فعلا. بس بعدين ما فيش 5 دقايق خلاص العاطفه راحت، تمام، والدنيا دنيا قاتله. طبعا خلاص انتهى موضوع التعاطف ده، انتهى خلاص. العقل بيقول انها قاتله، القاضي والنيابه والمباحث قالوا قاتله، يبقى خلاص انتهى الكلام، نقطه من اول السطر. فاحنا مش ضدها ولا معاها ولا اي حاجه، احنا زي ما قلت لك اول مره بشهد، احنا مع حق فاطمه. ساعه ما سالتك السؤال دوت، طبعا انت يهمك ايه؟ طبعا انت يهمك ايه؟ قلت لي يهمني حق فاطمه. فاكر السؤال ده من كام شهر؟ طبعا. بس حق المتهمه، مين القاتل بقى؟ سين من الناس، مين من الناس، الف من الناس، كنا هنقف نفس الوقفه. حق فاطمه رجع حق المرحومه، حق روح راحت. بس الناس بقى رجع. هتهاجمني. دلوقتي احنا كأسرة بندور على حق الأولاد اللي بيدور عليهم. مش وقته بقى، أمور ليه؟ صعبة، مش صعبة أوي يا وقته، أستاذ خالد. مش والله. وقت. انا معاك انها صعبه، ومعاك ان السيد برضو ملهوف على عياله ونفسه يشوف اولاده، تمام. بس دلوقتي هو مشدود، وهم مشدودين ومحروقين ومذبوحين عشان خاطر بنتهم. هتحصل مشادات، دخلنا في سكه غير السكه، ودخلنا في عند، ودخلنا في مشاكل تانية، وممكن يقع حد تاني فيها، صح ولا لا؟ بس هم اللي بيعملوا كده، احنا من طرفنا. يبقى احنا بقى نشد بلاستر لغايه ما يهدوا. هو الراجل طلع على المنصه وسحبينه زي ما بقول لحضرتك كده يا استاذ خالد. في شخص يعني انا مش عارف هو يعني عامل نفسه العريف ونازل كلام، وانت عارف ان هو يعني بعد احترامي ليه في غيابه اي حد ولا في دماغه اي حاجه، وهو مشكلته ماشي. وفي ناس وجايبه سحبه عنده. بس ايوه، كنت هقول لك الكلمه ديت. في واحد شده، في حد شده، وشده ليه؟ حب فيه؟ أيوة. حب فيه ولا دفاع عن حق دعاء؟ لا، لان معروف دوت اول ما هيظهر ايه اللي هيحصل من الداعمين، وايه اللي هيحصل من الناس اللي تحت. الله ينور عليك. حب في بقول لحضرتك اتقال على اخته كلمه صعبه جدا وهو قاعد ما اتكلمش وما نطقش. بس هو فهو بص يا ابو شهد، هو الواد مذبوح، الواد مذبوح، واي حد يحط نفسه مكانه. اختي اتصت 15 سنه مؤبد،
كان الكل متوقع ليها اكبر المتفائلين بحقك يا فاطمه على 10 سنين، ال 15 سنه بالكتير، وهتنزل في الاستئناف وممكن توصل لسبعه. صح ولا غلط؟ وسمعنا كتير قوي بعد منصات 3 و7. صح ولا لا؟ طيب هو اتفاجئ بالحكم ده يا استاذ خالد، بس مش يسمع بقى عن السكه اللي هو ماشي فيها ويفكر كويس. مدبوح زي ما كانت ام فاطمه وابو فاطمه في الاول برضو تايهين ومش عارفين، وناس تاخدهم من هنا ناس تاخدهم من هنا بيلعبوا بيهم كوره. بالظبط يا ابو شهد، هو مذبوح واللي حواليه كمان مش سايبينه. يعني اللي حواليه كمان ملمومين حواليه، لان هو دلوقتي بيلموا على قفاه لما محترم. فنهدى احنا كلنا الدنيا تهدى. يا ابو شهد ربنا ما يكتبها عليك ولا على اي حد من الموجودين خالص. تمام؟ اعكس الايه، ربنا ما يكتبها لك يا رب، ربنا ما يكتبها لك. اعكس الايه هتعرف تفكر في اي حاجه. جاوبني. هتبقى مذبوح ولا تبقى فايق وفريش ومركز في كل حاجه حواليك؟ حضرتك شايفني يا استاذ خالد، انا بقالي 6 شهور بتهاجم وبيتقال عليا اصعب الكلام اللي محدش يقدر يتحمله في الدنيا كلها. مع بص ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ودنين. لا انا لا خرجت عن النص ولا قلت كلمه بذيئه، لا ولا اعلق ودن اسمع ولا بيها. شتمت. هو طلع شتم وقال لي حبيبي ادب. اسمع، ربنا خلق لنا ودنين ليه؟ ديكور؟ لا، اللي تعجبني تمام اخزنها اطلعها على المخ على طول، اللي ما تعجبنيش اعديها من الناحيه الثانيه. الاتنين مفوتين على بعض، ماسوره صرف بتعدي. الكلمه اللي ما بتعجبنيش عدي من الناحيه الثانيه، اطلعي مع الفسح بره في الهواء وفي الريح بره. اصل هنقف على بعض الواحده يا ابو شهد واحنا بينا لحمه حمراء مش هنسكت، والموضوع مش هيخلص. اصل مش موضوع قضيه وفي قاضي هيحكم ما بيننا وبعد كده الناس كلها هتخلص، لا، ده موضوع طويل لمدى العمر. ربنا يدينا ويديكم طول العمر. واصله لك ولا مش واصله لك؟ وزي ما قلت لك في اول كلامي دلوقتي، اشوف حد كبير ما ينفعش. احنا بينا لحمه حمراء دلوقتي واحنا عاوزين نعمل محامي، تمام؟ حتى لو عزومه مراكبيه، لو ظروف مش سامحه نتكلم سكه ودغري كده ووش على طول. انا ما بختشيش من حاجه. لا مش عزومه مراكبيه. تمام؟ لو الدنيا مش سامحه، لو نزلت يا عم، لو نزلت القاهره، لو نزلت القاهره في النقابه، عشان اهلها قالوا لها لا. لو نزلت القاهره في النقابه، يا جماعه الدنيا كذا 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 ومراتي كذا 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 كذا، وانا معيش محامينا عشان اجيب محامي، هتاخد معاك طابور محاميين. مش محامي، هتاخد معاك طابور محاميين. المحامين المحترمين كتير جدا 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 جدا، والمتبرعين كتير جدا 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 فوق ما تتخيل، واساتذه. مش هقول لك مثلا لسه طلبه متخرجين، لا، ناس تقيله ولها وزنها، ناس بتاخد الاوار زي ديت كدعايه ليها كمان. لو ما عملهاش ابتغاء لوجه الله بياخدها كدعايه ليها، كدعايه ليه ومكتبه. فانت شوف حد كبير في البلد. تمام يا جماعه، الدنيا فيها 1 2 3 4 5 ودي مراته والمحامين صباحوا الدنيا، تمام؟ وانا عاوز اجيب محامي. الظروف مش سامحه ماديا، هنزل على القاهره نقابه المحاميين. 100 جنيه رايح جاي بورسعيد، صح ولا اكتر من كده؟ 150 200 300 جنيه رايح جاي. تقريبا. تمام؟ مشوار في نفس اليوم هرجع، هقوم من الفجر على المغرب اكون رجعت بيتي تاني وخلصت مشواري وخلصت دنيتي، تمام؟ وولاد يا جماعه الدنيا فيها 1 2 وانا عاوز اشوف ولادي. طب يا فلان انت ملزم تستلمهم من هناك، تسلمهم لي، وانا ملزم يومين اسلمهم لك. ظروفي على قدي، طالع مني مثلا 1000 جنيه كل شهر، او حسب الظروف الماديه ما حدش يتكلم فيها خالص ديت على العام. تمام؟ انا ظروفي الماديه تسمح بمصاريف 1 2 3. اتفضلوا.
ولبس العيد واي حاجه انا موجود لغايه ما امر ربنا يكون. غير كده ما تزعلش مني، الكلمه دي هتزعلك، هري على الفاضي وبنولع نار ما بيننا. والله الصدق احنا ساكتين وما بنتكلمش. ومحدش فاضي للمشاكل دلوقتي. الذكر اللي يعرف يجيب جنيه يكفي بيته، مش الذكر اللي يعمل راجل ويقف قدام 50 60 راجل. لا، الذكر اللي يجيب جنيه يكفي بيته. يا استاذ خالد ساكتين والله، احنا بنسمع كلام بذيء من كل ما يتردش العالم. ولا رد. عيال مش عيال، مفيش اي مشكله، في ناس كبيره هي اللي تحكم. ادب، لان تربيتنا انا لا بسيء لحد ولا، بس في نفس الوقت ما بحبش حد يجي عليا. يابا مش لا اله الا الله، انت عاجز انا ما بدوس بالطرف على اي حد. يا ابو شهد، انت عاجز. لا طبعا. ايدك في جيبك. لا طبعا. بس خلاص انتهى الكلام. انا واثق في نفسي وعارف نفسي وعارف مقدره نفسي وعارف يوم ما هرد ازاي وهعمل ايه. يبقى خلاص عدي. في حاجات تتحل على المنصات وعلى الميديا، وحاجات تتحل بالعقل مع ناس كبيره. بعد احترام الجميع اللي على الميديا كلهم، مشاكل العائليه يابا تتحل في البيوت. اي سر في البيت ما يطلعش على الميديا خالص خالص. اسرار البيوت ديت حاجه تانية. القبر والتربه، القبر كده وبالميت اللي فيها، زي ما بتقولوها عندكم في الفلاحين يا حاج سيد، الغطا وحلتها. الطرف الثاني اللي يقول هتلف الدنيا يقولوا عليه شخص ناقص. اللي هيتكلم في اسرار البيوت وبيصرف وظروفه زي الزفت وشحات ومش لاقي، يقولوا في الاخر هيلف يقولوا عليه ايه؟ شخص ناقص. اللي اتكلم في حاجات زي كده. احنا في ايه ولا في ايه يا جماعه؟ احنا عندنا مصيبه عاوزين نحلها، نشوف نحلها ازاي. بس غير كده لا. زي ما بدات تعمل في الاخر، انتوا شايفين شاهد القتله، اطلعوا على النيابه او اطلعوا على المحكمه، قدموا الدليل اللي معاكم، ما يتردش اكتر من كده. ولا ايه رايك يا ابو عمر في الكلام دوت يا ابو عمر؟ لا طبعا كلامك صح، وانا بقول الكلام ده يا ابو شهد. يا ابو شهد انت ده اسبوع اسبوعين 3 شهر لحد شهرين كمان، شهرين لما براحتنا خالص. براحتنا خالص. اللي خلى السيد صبر كل ده، معلش هنيجي على الاسلام شويه، نصبر عشان خاطر العيال، وهنقعد والعيال العيال هتعملوا اللي انتوا عاوزينه برضه في الاخر. لكن بالمنظر اللي احنا فيه ده يا ابو شهد مش هينفع. وانت مش بتاع الكلام ده اصلا، وانت بتاع حل مشاكل على المنصات يا ابو شهد. لا انا مشاكل صوتك بعيد يا حبيبي، صوتك بعيد. انا ما بحلش مشاكل كده. الصوت كويس؟ كده يا حبيبي تمام. طيب انا مش بحل مشاكل على المنصات يا جماعه خالص والله خالص. ما هو بص يا انا فوجئت النهارده لقيته قاعد في معلش انا اقول لك على حاجه وكمل كلامك. انا هعمل ميوت وهنزل لان انا تعبان اصلا. انت دلوقتي هنفتح الموضوع. انا كعمر هقول رايي، واستاذ خالد هيقول رايي، وابن البلاد هيقول رايي. فانت شتتنا لك دماغك، والموضوع مش محتاج اصلا تشتيت دلوقتي خالص. اتفضل يا حبيبي اكمل اللي انت عاوز تقوله. تمام. انا بقول لحضرتك ان انا فوجئت بان هو قاعد في وسط ناس، يعني حتى اسلوبهم ومخارج حروف الالفاظ منهم صعبه جدا. اتقالت كلمه على اخته وجعتني انا شخصيا، وهي ما تخصنيش في شيء. وجعتني انا شخصيا كلمه تتقال زي دي وهو موجود، وحتى ما يردش يقول للإنسان اللي قالت الكلام ده عيب، ما ينفعش، ما يصحش تقول الكلام ده على اختي. خد يا ابو شهد، وجعتني انا شخصيا. انا سمعته مره، يعني هي مره تقريبا او مرتين اللي سمعته. لا يا استاذ عمر، ثواني يا استاذ عمر، معلش انا اسف كده يا استاذ عمر. دلوقتي نقاط تحت، وانا بقول ايه على سيد بسخنه على مراته ولا على اولاده؟ ده انا بقول له حضر نفسك. سيبك يا استاذ خالد، هي نقاط مش فاهم. هي نقاط مش فاهم. الشاهد اللي احنا بنقول عليه هتلاقي واحد بيحبه و10 بيكرهه، واحد هيصور الكلام غلط، واحد هيقول نهي الكلمه يقول عليها 10. بص يا ابو شهد، محمود انا شفت له، شفته مره ولا اتنين في بسين كده،
محمود واضح من كلامه ان هو على الله خالص. كل اللي حواليه مستغلينه، وهو شايف يا عيني ان كل اللي حواليه دول حاجه كبيره قوي. فانا مش هلوم عليه، انا مش هلوم على واحد زي محمود واقول سمع ولا ما سمعش، لان هو لو مدرك مش هيقعد القعده دي. هو لو مدرك دلوقتي اصلا مش هيقعد حتى لو ما سمعش حاجه. انا مش هقعد، انا خلاص، انا اختي اتحكم عليها، فانا مش هقعد القعده دي. فانت بالله عليك ما تاخدش على كلام لا محمود ولا تسمع، واهدى واقعد واعمل الصح للعيال ايا كان هو ايه، بس واقفل الموضوع ده خالص بقى. تمام. طب انا بوجه كلمه للراي العام. هو ليه الكيل بمكيالين؟ طبعا الكلام مش موجه لحضرتك خالص يا استاذ خالد، عشان ما تاخدش الكلام على حضرتك خالص. انا ما بكيدش مكيالين، حتى لو بكيد لا مكيالين لا لا لا، انا بنصف الكلام مش الطرفين مع يا بعض، فندم. يا حلوا فندم الدنيا مع بعض عشان اللحمه يا الحمراء. فندم انا بقول الكلام مش موجه ليك اهو. اتفضل. انا قلت كده الكلام مش موجه ليك. ليه انا مثلا لما بقول اي كلمه بتتاخد عليا ويتعمل عليها جمله، مع ان انا ما غلطتش ابدا وما قلتش اي حرف، انا بس لما بحتد في الكلام بيطلعوا فيها القطط الفاصل. ومحمود قال ياما في الخمر يا ليل، والناس تقول محمود يقول له اللي هو عايزه. اجاوب انا الاول يا ابو شهد؟ اتفضل. عشان محمود على هواهم، انت مش على هواهم. انت مش على هواهم، انت مش على هواهم، انت مش على دماغهم. لكن محمود دلوقتي هو اللي على هواهم. محمود دلوقتي هقولها تاني ورابع وخامس، واللي يزعل هو اللي بيجيب لهم الدعم، هو اللي بيلم لهم الفلوس، هم واخدين محتوى. انت مش على هواهم، انت مش هتمشي معاهم في السكه دي. ارد انا بقى ابو شهد بقى. اتفضل يا استاذ خالد. في ناس تحت فاهمه ان انا واقف في صف محمود، مجرد ما قال اثار ومخدرات وابو شهد تمام، فضلت الح لغايه ما طلعت جست تك 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 تك، هو صاحب المنصه، لغايه ما خدت حظي ونزلني بالعافيه. انا ما بقتش غلط، مش انت عارف ده طبعي. انا عارف يا استاذ خالد، ما عشان انت كده عارف ده طبعي. عشان كده انا قلت الكلام مش موجه لحضرتك، عشان ما تاخدش الكلام ان انا بقوله على حضرتك. ده طبعي، ده طبعي. الغلط ما برضاهوش، حتى لو انا وانت اتخانقنا مع بعض للسنه الجايه لقيت كلمه غلط ومش صحيحه وفي مكانها، مش هطبل ولا عوم على عوم، لا هقول لا يا جماعه الكلام ده ما حصلش ومش موجود. تمام يا استاذ خالد. حضرتك شفت معاك الاستاذ عمر؟ حضرتك شفت المكان اللي انا شغال فيه، ما ينفعش اي حد يشتغل فيه. وقلنا الكلام ده والله العظيم، والله العظيم قلنا اكتر من كده فوق ما تتخيل، فوق ما انت اكتر من انت بتدافع عن نفسك، واكتر من انت بتقوله، وكلام عقلاني وكلام علمي. تمام. انت كنت جبل من الاول، واسد واقف جامد كده، وزي ما انا يا استاذ عمر كمل للاخر والله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى، انا لغايه ما ربنا يخرجني من المحنه اللي انا فيها، ان انا في فتره نقاهه، طول ما انا قاعد في البيت الغلط ما بقبلهوش، الغلط ما بقبلهوش. انا عارف والله يا استاذ خالد، انا عارف. كمل عشان خاطر العيال، وما بينك وما بين السيد، وتهدى كده وتاخدوا القرار الصح، وربنا يعمل للعيال دي الخير. احنا كلنا ندعي ان ربنا يعمل للعيال دي الخير. اللهم امين يا رب. نقطه من اول السطر بقى. وبعدين احنا قلنا هنغير المحتوى، هنخلي المحتوى هنا ضحك وفرفشه ومش كلام في مشاكل. وانت اضرب البيت، انا مؤاخذه عشان كلمتين وانزل على طول انا. وانت يا ابو شهد اضرب البيت عندك، اضرب البيت اللي انتوا قاعدين فيه، في حد هيراعي العيال كويس، ودي اطفال محتاجه حريم، يبقى اجيبهم بالحب وبالود، ابعد عن حاجه اسمها محاكم، وابعد عن حاجه اسمها رؤيه عن طريق الحكومه، بالحب وبالود. هناك مصلحتهم زي ابو عمر ما قال لك، يفضلوا هناك ويجوا عندي، اقسم الاسبوع ما بيني وما بينهم، اقسم الاسبوع ما بيني وما بينهم عن طريق حد كبير في النص، عشان ما تحكوش ببعض، ما يكونش في احتكاك، استلم وسلم، امانه وعقلها. وانت اضرب الظروف البيت عندك، البنات صغيره ومحتاجه حريم، وحريم تخدم وتخدم صح، عشان دي بنات طالعه لسه،
وربنا يوفقكم للخير. بس يا استاذ خالد معلش، العيال محتاجه حاجات كتير، العيال محتاجه حد يحترم صبور وحد. ايوه محتاجه حريم، ايوه ما حدش بقى فينا، بص ما حدش فينا كلنا اللي موجودين تحت باللي موجودين فوق يعرف ظروف البيت ايه هنا ولا ظروف البيت ايه هنا. بس ما هو بقول له خليك بقى يعني نهدى وتقعد وتشوف الصح ايه ونعمله للعيال، نبص للعيال ما نبصش في اي حاجه ثانيه. تمام والله، وده اللي احنا يعني بنحاول نوصله، ان احنا مصلحة العيال عندنا اهم من اي حاجة. ولو لقيت يا ابو شهد زي ما انت بتقول الطرف الثاني ما انتش عارف تتكلم معاه، انت ممكن بلاش انتوا حد يتكلم منكم، تشوف حد براكوا خالص يروح يتكلم معاهم ويفهمهم. ممكن يكونوا عاوزين يفهموا، حد يقعد يتكلم معاهم ويفهمهم الوضع 1 2 3 ودي مصلحة العيال. لا ابو شهد ولا محمود ولا ابو دعاء ولا ام دعاء، دي مصلحة العيال. فما حد يقعد يتكلم معاهم بالراحه بهدوء ممكن يفهموا، ممكن يبقوا خلاص يتقبلوا بقى ان الدنيا لا ده العيال يبصوا للعيال شويه. لكن احنا كلنا هنقعد نتخانق يا جدعان، والعيال مش انت مش بتكلم عليك يا باشا، انا بتكلم عليهم هم مش شايفين دلوقتي، هم اللي في دماغهم دلوقتي بنتهم وحقهم. انا هقول لك لا هو حقهم دلوقتي، الوقت اللي احنا فيه ده حقهم. لما يهدوا ربنا يهديهم بقى كمان ويبصوا لمصلحه العيال، لانهم عيالهم برضه، هم عيالكم وعيالهم. يلا اتمنى لكم لايف سعيد ان شاء الله، وربنا يهدي النفوس ويقدم اللي فيه الخير للجميع وللاطفال بالاخص. يلا السلام عليكم، شرفت جدا جدا بالمنصه وبالحضور اللي تحت. وعليكم ربنا السلام. يعزك يا استاذ خالد، احنا اللي شرفنا وجودك. نورتنا يا استاذ خالد. طيب وش السالفه يا استاذ عمر؟ وش السالفه؟ السالفه ان انا واخد برد والله، بص واخد علاج دلوقتي ومش عاوز اقول لك. انا ما كنتش هطلع بس انا طلعت اللي هو ما انا عارف ابو شاهد وعارف دماغه، انا عارف بتفكر ازاي. بلاش كلمه هنا وكلمه هنا وانا عمر يقول لك كلمه، هو عمر عارف وضع البيت عندك ايه؟ لا طبعا انا ما اعرفش وضع البيت عندك. انا ابو شاهد حبيبي وبعزه لله لله، بس انا ما اعرفش جوه الداخليات ايه. فما حدش فينا هيحل ولا هيربط، انت اللي هتحل وهتقعد بهدوء وهتحل انت مش حد تاني، لان السيد برضو دلوقتي مذبوح زيهم، فبالراحه كده. سيد ربنا يكون في عونه. وصدقني خلي بالك والله اللي خلق العيال دي مش هينساهم. طبعا طبعا يعني ربنا رحيم، هيكون رحيم عليهم، حن عليهم من اي حد. طبعا ان شاء الله. الجماعه اللي معانا على الجست بانهم ناموا كلهم ولا ايه؟ ايه يا ابن البلاد؟ انا من جمال كلامك يا عمر قاعد ومستمتع بصراحه. يا حبيبي الله يصلح حالك يا حبيبي، الله يديك الصحه، الله يديك الصحه يا رب. والله يا استاذ محمد يا مذكور، فعلا كلامك صحيح. السيد بين نارين، والنارين عمالين يولعوا في كتته. ربنا يكون في عونه. ربنا يهدينا كلنا بشاهد ويصلح حاله ويعمل لهم الخير كلهم، سواء العيله او السيد. يشوف بقى يعني هو وضع صعب، وان شاء الله اللي عدى اللي فات ان شاء الله اللي جاي هيعدي برضه، ما تقلقش باذن الله. هي عاوزه بس شويه، عاوزه حكمه. يعني هو الموضوع عاوز حكمه، مش عاوز تسرع. انا يا عم عمر اللي بحطه في الليله دي كلها ان اي راجل فينا يا جدعان يحط نفسه مكان السيد ربنا يكون في عونه، شايل محدش هيحس، مفيش راجل شايله. حتى بص يا ابن البلاد محدش هيحس، ربنا يكون في عونه، احنا عارفين الكلام ده. احنا كلنا بنتكلم وبننزل دلوقتي بنشوف حياتنا، بنشوف بيوتنا، بنشوف اهالينا، بنشوف دنيتنا. هو اللي في النار. محدش حاسس بالنار غير اللي كابشها زي ما بقولوا. بالظبط، فعشان كده انا بقول يهدى. ما هو انا وانا ماسك النار مش هعرف افكر في اي حاجه تخصني. انا ماسك النار ومتعصب، فقراراتي كلها تبقى غلط. بتكلم على القرارات، انا مش بتكلم على القرارات. كل اللي كلامي ان احنا كلنا رجاله وحاسين باللي الراجل حاسه دلوقتي. انا كابن البلاد وابو شهد وعمر وابو نور، والله نفس الاحساس اللي هو حاسه دلوقتي انا بمثله على نفسي. هو الله يكون في عونه، ربنا يكون في عونه ويقويه
وانت عارف يعني ايه يبقى لك بنتين وفي اهم وقت، الوقت ده هوت ان هم يحسوا بحنانك ويحسوا بحضنك ويحسوا بدلعك والكلام ده كله، محروم منهم. فصدقوني ربنا يكون في عونه والله. بص صدقني والله هرجع اقول لك ان ربنا اللي هيدبرها مش احنا. احنا بس ايه، احنا ممكن نكون كل واحد بنتكلم، لكن هو ربنا في الاخر هيدبرها وهييسر له امره. طبعا طبعا طبعا، هو ربنا هو اللي بيعمل كل شيء، وهو احنا ما الا لسان. بس صدقني ابو عم عمر، حط نفسك لمدة مش دقيقة، نص دقيقة، وشوف يا حبيبي الحالة اللي هتكون بص فيها يا ايه. ابو ابن البلاد، انت اول مره يعني انا تسمعني. عذره بالكلام اللي بقوله دهوت واللي كان بيقوله من شوية، والله عذره. طبعا هو بص هو معذور. بص احنا قلنا قبل كده ان السيد معذور، والبيت كله، البيت عند ابو شهد كله معذور، واهل اهل دعاء معذورين، واهل فاطمه ربنا يكون في عونهم. فالثلاث بيوت الدنيا خربانه فيهم. انا مش هاجي دلوقتي بقى ان انا اخرب كمان، انت فاهمني؟ يعني هو انا مش هاجي دلوقتي بقى وان ايه، لا انا الموضوع عاوز بقى شويه حكمه وشويه عقل كده، وحد يكون عاقل هو اللي بيتكلم، هو اللي بيتصرف، هو اللي بيتعامل، وحد